هاي، ازيكم عاملين ايه؟ كنت وريتكم قبل كده ازاي ممكن نعمل شنطة ببلاستيك كانفا بس جاهز، يعني ليها حجم وليها شكل معين. المرة دي بقى هوريكم ازاي نقدر نستخدم الكانفا كاملة زي ما هي ونقصقص منها ونعمل المقاس اللي احنا عايزينه، وكمان نختار الخيط اللي احنا عايزينه. هنحتاج نقص 3 مستطيلات، مستطيل كبير ده هيكون الشنطة نفسها، ومستطيلين صغيرين ده هيكون جوانب الشنطة. الأبعاد بتاعتها هتكون: العرض هيكون 33 مربع، وبالطول هيكون 65 مربع، والجوانب هيكونوا مستطيلين صغيرين هعملهم العرض هيكون 9 والطول هيكون 17. الكنفا المرة دي اللي مستعملاه فتحاته واسعة، ينفع نستعمل معاه إبرة تنظيف بلاستيك أو معدن. النهاردة هعمل شنطة بشريط أورجانزا لونه دهبي فاتح. أنا في الشنطة دي استخدمت بالظبط بكرة كاملة هتلاقوها جاهزة في المحلات، واستخدمت عليها زيادة 13 متر اشتريتهم لوحدهم. الشكل اللي أنا هعمله هيكون عبارة عن مربعات، كل مربع هيكون عكس اللي جنبه، يعني هعمل مرة مربعات بالطول ومرة مربعات بالعرض، وهمشي بالشكل ده على طول المستطيل كله. وفي الجوانب هعمل برضو مربعات، واحدة فيهم بالطول واحدة فيهم بالعرض. مقاسات المربع هتكون 9 في 9، بس خدوا بالكم ان احنا دايما لما بنيجي ندخل على الشكل اللي جنبه بندخل الخيط من اخر مكان كان معدي فيه الخيط في الشكل الاولاني. خلي بالكم لما بتيجوا تقصوا بيكون في مربع هيتم هدره في جوانب الشنطة دي بالنسبة للكانفا. فعادي، يعني مثلا لو انتوا كنتوا عاملين حسابكم ان انتوا هتعملوا مثلا مشروعين من نفس الكانفا، اعملوا حسابكم ان بيكون عند كل مكان هتقصوا فيه في مربع من ناحيتها من بره هيتم هدره. انا هتلاقوني هنا سايبه مربع او مربعين في جوانب الشنطه، دي ما تزودوهاش، انتوا مش محتاجين الخطوه دي، انا بحب اعملها بس عشان لما اجي امسك الكنفا هنا تكون في مكان امسك منه وانا عمال اعدي الخيط، فسبت زي مربع او مربعين. لكن طبعا ده بيتم هدره من الكنفا، فلو مش حابين تهدروا انتوا اصلا ما تزودوش المربعات اللي انا مزوداها من الجناب دي. المربعات الزياده اللي انا سايباها في الطول والعرض دي انا مش حاسباها من ضمن الارقام، لاني هقصها في الاخر. زي ما انتوا شايفين دلوقتي خلصت اول مربع هيكون 9 في 9 فعلا. لما نيجي نبدأ المربع اللي جنبه او اللي فوقيه، رقم 1 في الخيط واحنا جايين نعمل هيكون بادئ من اخر فتحة استعملناها في الشكل اللي جنبه، وهكذا. انا بحب دايما استعمل الخيط ان هو يكون مش طويل قوي، عشان خاطر من كتر ما هو بيعدي من جوه الفتحات بيبدأ يفتل. فبالنسبة لي عملت خيط ان انا اجي ادخله يكون على قد المربع بالظبط، وبعد كده اقص اعمل عقدة واستعمل خيط تاني لكل مربع. بس براحتكم زي ما انتوا عايزين، لو تقدروا تستعملوا خيط طويل ويعدي على كذا مربع من غير ما تحتاجوا ان انتوا تزودوا خيط تاني براحتكم. زي ما انتوا شايفين ده كانفا كاملة وكبيرة، ممكن مثلا الحجم بتاعها يساع حجم شنطة كبيرة وبوك صغير، بس انا المرة دي هعمل شنطة متوسطة تكفي على قد عرض موبايل وبوك صغير. وزي ما انتوا شايفين خلصنا المستطيل الكبير، دلوقتي جه الدور على الجوانب. الجوانب هنعملها مربعين اتنين، واحد فيهم هيكون برضو بالطول واحد فيهم هيكون بالعرض. الافضل تركزوا ان يكون الاتنين نفس الترتيب من اليمين وللشمال. هوريكم دلوقتي برضو باستخدام نفس الخيط هنقدر ان احنا نقفل الجوانب من تحت ومن اليمين ومن الشمال، وبعدين في الاخر هنكمل برضو بالخيط ونقفل كل زوايا الشنطة عشان ما يكونش فيه اي بلاستيك باين.
الحلو في الشنط اللي معمولة من الأورجانزا أو الستان إن أنا أقدر أخرج بيها خروج عادية أو في المناسبات. دلوقتي هنركب الحلقات من الجنب والسلسلة، ونستخدم مكبس اللي هو بيكون فيه جزء زي المشط نقدر نستعمله في الشنطة من فوق، والجزء التاني جواه زي خطافين. ده سهل جدا ان احنا ناخده وندخله من جوه فتحات الكانفا وتعدي ونتنيه من جوه ويبقى كويس جدا. وممكن في ناس تانية تستعمل المكبس اللي هو بيكون بمغناطيس، جزء بندبسه في الشنطة من تحت وجزء من فوق. انا بالنسبة لي بفضل جدا اللي فيه خطاف عشان اقدر ادخله في مكان في الشنطة براحتي. ممكن كمان خطوة زيادة لو تحبوا ان احنا نستعمل الباقي من خيط الأورجانزا، ان احنا ناخده ونلفه بالإبرة جوه فتحات السلسلة، فتكون الشنطة كلها فيها خيط الأورجانزا حتى كمان السلسلة. وكده خلصنا الشنطة زي ما انتوا شايفين، هي معمولة ان العرض بتاعها يكفي الموبايل، انما العمق من جوه يكفي معاها حاجات تانية كتير. عجبتكم الشنطة؟ قولولي رأيكم في الكومنتات.